طالما انا قاعد على الكرسي ده تاكد ان انا هفرجك على حاجه. بس قبل ما ابدا انا في حاجه مش فاهمها، وهي شركات العقارات في مصر. مش قادر افهم بجد منهجيه تفكير الشركات دي من يوم ما ظهرت الهوجه بتاعتها فجاه في فكره ان انت تلاقي تليفونك بيرن الساعه 8 الصبح كل يوم لواحده صوتها حلو وفايق، ودي حاجه تغيظ. الاول بتتاكد من اسمك، فمعنى كده ان هي مسجله اسمك في الداتابيز عندها. تاني حاجه بتقول لك اذا انت انترستد الساعه 8 الصبح تشتري فيلا او شقه في كومباوند في الساحل الشمالي مثلا ب 32 مليون جنيه الساعه 8 الصبح. اولا انا اسمي عندكم ليه؟ مين اداكوا اسمي؟ زمان كان لما تيجي تشتري منتج مثلا ناموسيه يقول لك رشح لنا 3 اصحابك وهتاخد خصم. مين بقى اشترى من صحاب انا الفيلا فرشح؟ مين رشح؟ ده تشريف، مش دي القضيه. انا بس عايز اسال سؤال، انا الساعه 8 الصبح هبقى انترستد ليه اشتري شاليه في الساحل الشمالي؟ وانا لو معايا ال 32 مليون جنيه اللي اشتري بيهم شاليه ومش في القاهره، لا ده في الساحل اللي هو هصيف فيه شهرين في السنه، ده لو انا جاحد. اديني سبب منطقي يخليني ارد على تليفوني 8 الصبح لو انا معايا 32 مليون جنيه. اصلا ايه اللي هيخليني معايا؟ احنا بنجيب الموبايلات ليه؟ انا موبايلي بجيبه عشان لما اتزنقت في فلوس، اتزنقت في عجله عربيه فرقعت، او بجيبه عشان مديري يديني عليه تاسكات. لكن انا ما اظنش ان انا هيبقى معايا 32 مليون جنيه وماشي الموبايل. ايه لازمه الموبايل؟ مركب الطياره واروح الحته اللي انا عايز، او اجيب الناس. عايز واحد صاحبي هبعت له السواق يجيبه، عايز اي حاجه هجيبها، مش هروح في حته، مش هبقى ماشي اصلا بتليفون، ولو معايا تليفون هجيب حد يرد عليه ومش الساعه 8 الصبح. وبعدين انا وصلت لمرحله ان هي بقت بتكلمني مثلا وانا رايح الشغل في السكه، مهندس وليد حضرتك مهتم؟ اولا انت قلت مهندس وليد، فانت عارفه ان انا مهندس، منين ههتم؟ ما هو في 2 مهندسين اللي بيهتموا، نجيب واحمد ابو هشيمه. غير كده مين مهندس هيهتم بشاليه في الساحل الشمالي ب 32 مليون؟ ليه؟ حضرتك احنا كنا بنصيف مع نادي 6 اكتوبر لحد ثانويه عامه عشان بيلموا فلوس ونطلع حاجه مخفضه. في ايه يا فندم؟ انا لغايه دلوقتي مع اصحابي لما بنحب نصيف بندور مين عنده شقه، وانا ما بقولش ان بابا عنده شقه عشان ما الاقيش صحابي كلهم جولنا. فحضرتك انت فاهمه الموضوع غلط. شركات الريل استيت بتارجت الاودينس الغلط. المشكله بقى ان هي بتكلمني تقول لي حضرتك هتدفع مقدم مثلا 10% من 32 مليون جنيه اللي هو 3.2 مليون جنيه، ده اللي انا هدفعه، ده الفكه، وتقسط الباقي على 8 سنين. ممكن بالكالكوليتر بفرض ان مفيش فايده، لو هنقسط 28.8 بفرض ان انا دفعت ال 10% على 8 سنين، يبقى على 8 على 12، يعني حضرتك عايز مني 300,000 جنيه في الشهر. نعم. والمشكله في بتوع الريل استيت لما بيكلمونا هم عندهم لغه اسمها لغه ريل استيت، ما حدش بيفهمها غيرهم. يعني انا حضرتك لما هتكلميني الساعه 8 الصبح تقولي لي حضرتك بيمنت بلان 5/10، ايه 5؟ انتوا بتلعبوا كوره؟ ما هو انت برضه راعي لغه الريل استيت تتكلموا فيها مع بعض في الشركه. ما تكلمينيش انا الساعه 8 الصبح تقولي لي عليها يا فندم بتبيعي لي شاليه في الساحل الشمالي ب 32 مليون جنيه وبتدسكاس معايا قد ايه هشتريه لان هو مناسب عشان مفيش بعد كده مصاريف صيانه. بجد يعني انا هدفع 32 مليون جنيه في شاليه وفارق لي فلوس الصيانه ليه؟ شاري شقه في الماريوتيه. المهم عشان ما اضيعش وقتك، انا ليه مقعدك هنا معايا؟ الموضوع بدا ان طول ما انت ماشي على الدائري في بيل بوردز لجورجينا واقفه وحاطه ايدها على عينها كده ولابسه خاتم وجنبها اس، وكان حد خبط كده على الكيبورد، ما حدش فاهم ده ايه. فاول حاجه جت في بالي ان ده محل جواهرجي، فقلت حلو، يعني جود تشويس ان هم يجيبوا جورجينا من بره، لكن يطلع في الاخر شركه ريل استيت. ليه يا فندم؟ ايه اللي جه في بالك عشان تختار جورجينا؟ اولا جورجينا برتغاليه تقريبا، عايشه في المملكه العربيه السعوديه وسعيده، ابيرنتلي سعيده هناك. ايه اللي يجيب في بالك ان انا هبني كومباوند في مصر فاجيب جورجينا تعلن عنه؟ الفنانه ياسمين صبري اثرت معاكم في حاجه؟ ما حلوه، ما حلوه ده تلف لك الكومباوند، ده انت تاخدها في عربيه جولف تلف بيها الكومباوند كله مش هتشتكي. وبعدين نفتح بقى الفيديو بتاع الكومباوند، حاجه عبثيه جدا. تعالوا نتفرج. الموضوع هيبدا بجورجينا بتتمشى في اوضه نومها تقريبا في القصر بتاع كريستيانو، بعد كده دخلت مطعم فيه بيانو وراجل شكله اجنبي، ركز معايا في الناس اللي كلها شكلها اجنبي، بيقعدها على الكرسي، قعدت. يعني في حاجه فيها كواليتي وديتيلز عجباها، ولابسه برضو جواهر كتير، فتمام. انا لغايه دلوقتي فين؟ طيب ما انا معايا 32 مليون جنيه، هشتري ايه؟ لوكيشن. هي بتبيع بقى الكومباوند، فبتقول لك ستارتنج وذ لوكيشن، جايبه شويه اجانب بيتنططوا على اقفاص من اللي بيتحط فيها القطط في محلات الحيوانات في اوضه. انا كده عرفت ان اللوكيشن تمام. سمارت ديزاين برضو شباب ما لهمش علاقه بمصر خالص، في غرفه رسم هندسي شبه اللي كانت عندنا في الجامعه ورسمه ورا، ماشي. and a lot of greenery. الجرينري قاعده في غابه، وبعدين انا مش فاهم ده مزارع لابس بدله ولا ايه ده؟ يعني واحد ماشي بشبل في ايده لابس بدله خضراء، هو شكله ايطالي واسمه دانيال مثلا، فما هذا؟ بعدين لو نلاحظ كلنا ان جورجينا لابسه نفس الدريس، فمعنى كده ان الليله دي اتنحتت في يوم، هو يوم خش من الاوضه دي للاوضه دي للاوضه دي للاوضه دي، اقعدي قولي الكلمه وامشي، ماشي. سويمنج لاجون، البحر على الحيطه، مش فاهم ايه ده؟ وايه البرك؟ ايه ده؟ ايه دي بتعمل ايه؟ ده سويمنج لاجون بتعمل مين دي؟ انتوا فين؟ ده مصر؟ ده حاجه في مصر؟ كوميرشال زون بقى، رجعنا لايام الفراعنه، هي قاعده على كرسي وفي 2 ماسكينها شايلين زي الفراعنه زمان كده، في بصوا على المانيكان اللي ورا ده عامل كده شبه محمد رمضان، انا مش فاهم ايه بقى السيفتي
ايه ده؟ فين السيفتي في الموضوع حضرتك؟ انا حاسس ان انا عايز يتقبض عليا دلوقتي. ام جورجينا وانا وليد. فين الكومباوند يا فندم؟ مين؟ يعني جايبين حتى جورجينا ما تعبتش نفسها بربع جنيه تتعلم تقول اسم المكان. اي تشوز سعاده. طب ما تقولي سعاده، ما تقولي سعاده، ما اي حاجه. طب حطوا لنا صوره هرم ورا، هاتوها في عربيه تلف في مصر، هاتوا لي عيال مصريه حواليها. ايه الكروته دي؟ انا مش فاهم. انا بقى عامل الليله دي كلها عشان الاستاذه ندى اللي مثبته الموبايل بتاعها كل يوم على 8:30 عشان تتصل بيا تبيع لي نفس الوحده ب 32 مليون جنيه في الساحل الشمالي. استاذه ندى لا، استاذه ندى لا. لو كنت شفت ياسمين صبري بتكروز كده جوه كان ممكن افكر، لكن كده سوري انت بتضحك عليا. البنت دي عايشه في السعوديه، وبعدين انا مش عارف جورجينا بتشتغل ايه. هي مرات كريستيانو بس، لا هي موديل ولا هي بيزنس وومن ولا انا مش عارف بتشتغل ايه. بتشتغل قمر. فشركات الريل استيت محتاجين نوزع مجهودنا اكتر، بدل مكالمات الساعه 8:30 الصبح وخطط 5 10 7 8 11 على 11 ونجيب 2 يقفوا جول. بدل الليله دي كلها نفكر صح. انت جايب لي واحده برتغاليه عايشه في السعوديه عمرها في حياتها ما هتعيش في مصر، بتروج لكومباوند انت عايز حد يشتري فيه بمئات الملايين. حضرتك هي مش هتقعد فيه، احلف لك بالله، وانا خايف من بكره والله، بس يعني انا اكاد اجزم ان عمر جورجينا ما هتعيش في مصر. فصدقني انا مش فاهم جورجينا بتعمل ايه على الدائري وانا ماشي وندى بتكلمني اشتري شاليه ب 32 مليون جنيه في عبثيات. بس عادي، يلا بصوا انا هقوم افطر واجي لكم نشوف اللي بعديه عشان اللي بعديه انقح وانقح. السلام عليكم. دلوقتي الجزء الثاني في فيديو العبثيات اللي انا فاهمه، لان انا برضو استيعابي بطئ شويه لما شفت الموضوع ده، هو حاجه لاهل صبور نورث كوست ملك. ايه مين ملك؟ معرفش. نورث كوست الساحل الشمالي الاهلي فانا مقترح ان هو كومباوند، فانا مستني اشوف حاجه تعرفني انا هدفع. يعني انا بتخيل ان انا راجل مثلا غني جدا فهدفع ملايين الملايين بقى، خلاص هشتري في الساحل. في ملك وبعدين الساحل الشرير مش الطيب. فوريني كده الاعلان بيقول ايه. الاعلان غريب جدا جدا من ناحيه ان هم جايبين حد مجهد. يعني انا حاسس ان البنت مكسله تغني. يعني اسمع كده بتغني تقول ايه؟ دق شماسي دق شماسي دق شماسي عدناش دق شماسي. طب انا لغايه دلوقتي اللي انا فاهمه ان هي بتقول طقوا الشماسي طقوا الشماسي طقوا الشماسي على البلاش طقوا الشماسي، اللي هي دقوا. انا ما شفتش لغايه دلوقتي ولا شمسيه غير واحده مقفوله في الجنب، وما شفتش بلاج، انا شفت عوامه. فانا منتظر بقيه الاعلان يعرفني برضه، يعني نفهم ايه الموضوع. وبعدين بنت مكسله قوي بتغنيها ايه؟ طقوا الشماسي. يعني حاسس بكسل شويه. انا صيام مش مشكله. طبعا اي حد بيتزنق في حاجه عايز يرجع بيها لجيل التسعينات بيجيب شريط كاسيت ووكمان. دي مفهومه. نكمل. فين الكومباوند حضرتك يا فندم؟ فين الكومباوند؟ كلكم زي القمر والله العظيم، والاغنيه البيت بتاعها جميل. فين الكومباوند؟ ده ايه بقى؟ انا سؤالي في هذا العبث ده ايه؟ بس دي مشكلتي. الشوط ده عباره عن ايه؟ يعني بنات في حمام ده ولا اوضه تغيير هدوم طلعوا من فوق بصوا نزلوا مع بعض فتحوا الباب طلعوا اتمطعوا. ما هذا؟ تاني حاجه، ليه دايما في الاعلان النجمه مكسله قاعده وفي ناس بتفرك حواليها؟ هي قاعده ما بتعملش حاجه. بصوا ده ملعب تنس، ماسكه كره تنس. بصوا كده ملعب التنس قاعده فيه على الارض. اوضه تغيير الهدوم مهبطه ومريحه ورا. الموضوع مرهق جدا. احلى شمس واحلى رمله واحلى ميه. حتى يعني كرييتيف ايه؟ يعني جات له ايه؟ يعني قال لهم ايه؟ هنفتح اوضه تغيير الهدوم وهي نايمه فتطلع تقول لي احلى شمس واحلى رمله واحلى انا لغايه دلوقتي مش فاهم ده ايه وهي مكسله ليه. احنا وشبابنا وحبنا واللمه دي قام جا فلوس على طبق فيه عين جمل وعصير فراوله، هنفترض انه فراوله، وشبشب وجزمه ملبوسه بشراب مش لايق عليها. ما هذا بقى؟ ده ايه؟ انا لغايه دلوقتي مش نكمل. ارتاح شويه. انت فعلا مريحه في البحر الابيض وفي حلاوه لونه الازرق. ممكن اقول حاجه؟ البحر الابيض وفي حلاوه لونه الازرق جابوها في بسين. حد لاحظ ده؟ ممكن نرجع لها تاني. ممكن تركز معايا كده فيها. ده البحر الابيض، يعني في البحر الابيض وحلاوه لونه الازرق هي في بسين على عوامه كده. ما هذا؟ حد يفهم؟ فكرتوا في ايه؟ ايه ده؟ بصوا هنا برضو هي مرهقه لدرجه ان هي قاعده على الارض في ملعب تنس وفي بنات بترقص حواليها. خلاص بقى يعني فقدنا الامل. انا نفسي افهم ده ايه ونفسي افهم اكتر انتم مكسلين ليه؟ يعني في شوت بقى هيجسد لك الكسل كله. بص كده هنا بقى، بصوا هي قاعده على الارض خالص والبنات اللي ورا بصوا بتعمل ايه. ركزوا على البنات اللي ورا بعد اذنكم لو سمحت. وبعدين مضرب بادل في ملعب تنس. مش فاهم. هل انت ملاحظ ان مفيش شماسي في الاعلان خالص؟ بس انا عارف ان في برودكشن هايل اتصرف على الموضوع ده. يبقى لك ساعه عماله تزني دقوا الشماسي دق. هاتي شماسي هندقها لك. هاتي شماسي هجيب لك جوز عمال ب 400 جنيه دقوا لك الشماسي في الشط كله وقولي لي ده ايه. ثم انت بتنفخ في ايه؟ انت ايه ده؟ انت بتنفخ في انت اي حاجه تحطها في بقك بتنفخ في ايه؟ ولاد اختي يتعلموا ايه دلوقتي لما الاقي الواد حاطط شبشب في بقه اشيله من بقه يجيب لي الصوره دي اقول له ايه؟ يا جدعان بقى كفايه عبث كفايه.